السلام عليكم. معكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا ان شاء الله لغه برمجه بايثون 3. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفاريبلز المتغيرات. الاوتلاين بتاعنا هنعرف يعني ايه متغير، وازاي انت تقدر تعرف المتغير بتاعك، وازاي تقدر تعطي له قيمه، وازاي وايه انواع المتغيرات اللي عندي، وازاي اقدر احول من نوع لنوع، وازاي اقدر اعرف النوع اللي معايا ده ايه. فاريبل هو اسم بيعود على قيمه. بمعنى انا لو كتبت مثلا في انتربريتر، تعال نكبر الخط، لو كتبت هنا مثلا الاكس تساوي 5، النيم اللي عندي ده كده انا عرفت فاريبل. الاكس ده هو اسم المتغير، والخمسة دي هي قيمته. بيتخزن في الميموري، مش بيتخزن مورجن، عبارة فرشة. ده عندي الميموري بتاعتي كده، تبقى متقسمة لخانات كده. يبقى انا عندي هنا الاكس ومعرفها ان هي هنا بتساوي 5، والاكس دي بتشاور على ال5 دي. لو انا جيت عرفت متغير تاني واي وحطيت له قيمة مثلا 4، هتبقى الواي دي بتشاور على ال4 دي. يبقى هو اسم بيقعد على قيمة. لما انا باجي اشتغل عندي في البرنامج بستخدم الاسم بتاعه اللي هو الاكس، ولكن اللي انا فعلي بتعامل معاه هو القيمة بتاعته. طب ازاي انا اقدر اسمي المتغير اللي عندي؟ عشان انا اقدر اعطيله الاكس دي، عشان الاسم ده، عشان اقدر اعطيه للمتغير لازم عندي شويه شروط. اول حاجه انا متاح عندي ان انا استخدم الحروف والارقام، ولكن لازم أنا ابدا بحرف، ما ينفعش ابدا برقم. يعني انا لو قلت هنا مثلا f5 بتساوي 6، ده كده صح لان انا بدات بحرف. لكن لو انا قلت 5f بتساوي 6 هيطلع ايرور، لان ما ينفعش ان انا ابدا برقم. متاح عندي ان انا استخدم اندرسكور والابر كيس. بمعنى انا لو كتبت كده x الابر كيس يساوي 5 عادي، ومتاح عندي ان انا اكتب مثلا first name هيساوي احمد، ده متاح عندي ان انا استخدم اندرسكور. لاحظ ان البايثون كيس سنسيتيف، يعني انا قلت x بتساوي 5 وقلت كابيتال X بتساوي 6، لو انا قلت الاكس اللي هي السمول كام يطلع ب5، كابيتال اكس ب6، لان ده متغير وده متغير تاني خالص. عندي ريسيرفد ووردز وهي كلمات اللغه بستخدمها في السنتكس بتاعها. يعني مثلا والكلمات دي ما ينفعش ان انا استخدمها في التعريف بتاعي. ما ينفعش اقول ديف اللي انا بستخدمها عشان اعرف داله بتساوي 5، هيطلع ايرور، لان هو عارف ان الديف دي بستخدمها عشان اعمل داله. ما ينفعش اقول مثلا اف بتساوي 10، لان اف دي هو عارفها ان هي بتاع الكونديشن. سيرفد ووردز هي الكلمات اللي ظاهره قدامك دي، الفولس والنون والترو والاند والاز والاسيرت وبريك وكلاس وكونتينيو، اللي هم اللي واضحين في الصوره. ازاي انا اقدر اعرف اعطي قيمه المتغير عندي؟ لو انا جيت قلت هنا دي كده اكس بتساوي 5، انا كده اعطيت المتغير اللي عندي قيمه. ممكن ان انا استخدم مالتي اساينمنت، ان انا اقول الاكس والواي بتساوي 3 و4. لو انا قلت الاكس هتطلع ب3 والواي هتطلع ب4. ممكن نستخدم عندي الاكس الواي تساوي الاكس تساوي السي تساوي 5، الواي ب5 اكس ب5 سي ب5. بقى المتغيرات اللي عندي النمبر والسترينج والليست والتوبل والديكشنري. خلينا نتكلم عليهم. النمبر هي الاعداد اللي هي انتجر وفلوت ولونج وكومبلكس. الانتجر اللي هي الاعداد الصحيحه، يعني لو قلت زي هنا كده، لو انا قلت هنا الاكس بتساوي 5، ال5 ده عدد صحيح مش كسر، عشان كده ده انتجر. لو انا قلت الواي بتساوي 1/2 ده فلوت. لو انا قلت الاس هتساوي محمود، ده هنا string
كومبلكس نمبر اللي هي الاعداد المركبه، اللي هو مثلا 4 الف زائد 15. السترنج عندي اللي احنا زي ما احنا عرفناها هنا، وعادي ان انت ممكن تحطه بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. الليست والتيبل والديكشنري هنتكلم عنها ان شاء الله في الجزء الخاص بالداتا ستراكشرز. ازاي اقدر اعرف المتغير اللي عندي ده نوعه ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان الاكس دي انتجر. لو انا قلت هنستخدم داله اسمها تايب اوف اكس هتطلع لك اللي هي انت يعني انتجر. لو انا قلت تايب اوف واي، وقلنا الواي ده قبل كده فلوت، تطلع فلوت. لو قلت تايب اوف الاس اللي هي سترينج هتطلع اس تي ار اللي هي اختصار لسترينج. ازاي اقدر احول من نوع لنوع؟ بنستخدم حاجه اسمها الكاست. قلنا قبل كده ان الاكس دي انتجر والواي فلوت والاس سترينج. لو انا قلت فلوت اوف الاكس هتطلع 5.0 اللي هي فلوت، حول الانتجر ده لفلوت. لو انا قلت هنا انت اوف الواي عندي فلوت، لو انت اوف الواي هتطلع القيمه بواحد بس لان هو يشيل القيمه العشريه. لاحظ معايا اللي انا لو قلت المتغير ده كده، المتغير ده فلوت. خلينا نجرب. لو انا قلت الزد بتساوي 2.0 طيب، وفي الزد هتطلع بفلوت لان انا حطيت له علامه عشريه. كده درس النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.